كانت ذكرى استقلال موريتانيا 30 في العام 1990 بطعم خاص، حيث تم إعدام 28 عسكرياً من الزنوج الموريتانيين في قاعدة إنال العسكرية. فوفق شهادات الناجين من المذبحة، لم يكن الاحتفال في هذه السنة إلا حفلة لإعدام عسكريين عزلة، وصل عددهم 28 بين ضابط وجندي. يقول محمد دوسي، وهو أحد الناجين من المذبحة، في كتابه جحيم إنال: بدأت التحضيرات ظهيرة 27 من نوفمبر، حين تم انتقاء من سيتم إعدامهم من مختلف العنابر، وتم تعليمهم بصلبان زرقاء رسمت بقلم أزرق غليظ. تم تعليمهم لاحقاً بأرقام من 1 إلى 28، وهي مهمة تولاها عريف من الجيش وبحضور بعض الضباط. تساءل أحد ضباط الصف المعتقلين يحمل الرقم 11 عن السر في الإجراءات غير العادية، ولم يكن ليلقي رداً شافياً. اكتفى رقيب أول وأحد السجانين بالرد عليه بأنه سيتم نقلهم إلى مكان آخر. ويضيف محمد دوسي: طلب الرقيب جالو سيليبي من الرقيب أن يظل مع جنود البحرية، فقد كان ممرضاً معروفاً في المنطقة، سواء من الأوساط العسكرية أو المدنية. وبعد تردد يسير قرر الرقيب الإبقاء على أن يستبدله بمعتقل آخر، ولم يكن هذا المعتقل الجديد الذي سيحل محله في لائحة الإعدام إلا شقيقه الأصغر الجندي جالو عبدول بي. تم بعد ذلك عزل المعتقلين الذين تم ترقيمهم، وكانوا ينتظرون أن يتم ترحيلهم في شاحنة إلى جهة مجهولة. كانت موريتانيا رغم أجواء الشحن السياسي والتعبئة الأمنية تنتظر عيد الاستقلال، وكان المعتقلون العسكريون يتوقعون دون كبير ثقة موقفاً من الرئيس الموريتاني حينها معاوية ولد الطايع حول الأسباب الرسمية لاعتقالهم. فموريتانيا ستبلغ من العمر غداً 30 عاماً، وهذا ليس حدثاً تافهاً، ومن حقنا أن نترقب حلاً مواتياً من قبل من هو المسؤول الأول عن مآسينا. حوالي منتصف الليل تم وضع المعتقلين الذين تم ترقيمهم أمام العنبر الكبير. كان الرقيب جالو عبدولاي دومبا مسؤول الفصيلة القتالية في الميناء، والذي يحمل الرقم 1 أول المغادرين إلى العالم الآخر. اقترب منه الرقيب وسأله إن كان لديه طلب أخير، فطلب جالو تبغا، فتمت تلبية طلبه، فلخن بشراحة قبل أن يقوم جنديان باقتياده إلى حبل المشنقة. ألقى نظرة أخيرة على من في العنبر لتكون آخر الصور التي سيصطحبها معه. تلك الأشكال المعتمة لرفاقه المكدسين في العنبر، ما بين جالس وممدد والملتصقة أعينهم به، وذلك بينما كان الجندي يلف الحبل حول عنقه، وبمساعدة جندي آخر دفعه إلى أن ارتفعت قدماه عن الأرض، ثم ربط طرف الحبل الآخر بالسارية، وتتابع إعدام بقية المعتقلين. كان الجندي الذي يشرف على عمليات الشنق يتوقف بين كل عمليتي إعدام ليحتسي كأساً من الشاي، وهو يجلس على أحد الجثامين أو بجانب جندي يتدلى من حبل المشنقة. صاحب الرقم 11 كسر روتين المكان. لم يتمكن جالو سيليبي من كتم الصراخ، ليتلقى لكمة عنيفة من أحد الحراس عقاباً على تجرؤه على التشويش على سير الحفلة. كانت عيناه ملتصقتين بالجندي المقرب إلى حبل الإعدام، إذ لم يكن إلا شقيقه الأصغر جالو عبدول بي، الذي تم استبداله به
بعد أن طلب الأول البقاء مع مشاة البحرية، والذي بات يتأرجح في حبل المشنقة أمام ناظريه. وحين جاء دور الشقيقين قالوا عمر دمبة وقالوا إبراهيم دمبة الذين يحملان أرقاما متتالية، لم يكن أي منهم يريد أن يشاهد إعدام أخيه، فكان يطلب أن يتم إعدامه أولا، ومن ثم أجرى الجلادون قرعة جاءت نتيجتها إعدام إبراهيم الأكبر سنا أولا. كانا معا على الدوام، وقد شاءت الأقدار أن يتم اختيارهما معا للإعدام. استمرت عمليات الشنق أكثر من ساعة، وبعدها قام الجلادون وهم أشبه بوحوش مفترسة أثارتها رائحة الدم بمهاجمة بقية السجناء، مدمرين كل شيء يتحرك.